بتقدم السي في بتاعك في كل مكان بحسن منك على فرصه احسن مناسبه ليك. عندك حق، مفيش مشكله، ولكن احيانا بتفاجئ انك قعدت فتره كبيره حتى ما وصلتش انك تقعد مع الاتش ار شهر، في اتنين، في سنه. ايه المشكله؟ طب انا كواليفايد وعندي مهارات كتير وبعرف اشتغل وبعرف. لا حضرتك، المشكله مش فيك، المشكله في السي في بتاعك. السي في لازم يعبر عن شخصيتك، قوي مرتب منسق كويس. خد بقى الجديد ان لازم يكون متوافق مع نظام الاي تي اس، الابليكانت تراكنج سيستم. حاليا اغلب الشركات بتستخدم نظام الاي تي اس علشان تعمل فلتره لكل السي في للاشخاص المتقدمين على وظيفه معينه. وطبعا هم عندهم حق علشان يسرعوا من الوقت والمجهود اللي بياخدوه علشان يختاروا الشخص المناسب للوظيفه بتاعتهم. النظام ده بيفلتر كل السيفيهات وبيطلع لهم باتشنج سكور، والشركه بتشوف هل هو هيتناسب معاها يدخل الاتش ار، مش متناسب مش هيدخل الاتش ار. بكده اكيد انت عرفت انت ليه مش بتدخل مقابله، ليه مع المهارات الموجوده عندك متاخر انك تخش حتى المقابله للاتش ار. مش عايزك تزعل ولا تتضايق، ما تقعدش تندب حالك وخليك ادابتيف. الشركات بتستخدم الاي تي اس. اعدل السي في بتاعي بما يتناسب مع الجوب ديسكريبشن اللي انا مقدم عليها، وتاكد ان رزقك ليك مش هتهرب منه ولا هيفوتك، وان شاء الله هيوصل لك. كل ما عليك هو البحث والسعي، ليس للانسان الا ما سعى. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف ازاي نعمل سي في ناجح يتوافق مع نظام الاي تي اس، وكمان هخليك تعمل السي في بتاعك بنفسك من الموبايل بتاعك. يلا بينا نبدا الفيديو. خلينا في البدايه نعرف ايه هي عوامل نجاح اي سي في. رقم واحد، انه يكون مختصر وبسيط ومنسق والعناوين بتاعته واضحه. رقم اتنين، ركز انك تضيف المهارات والشهادات اللي انت حاصل عليها، وتاكد ان المهارات اللي انت بتكتبها تكون قدها وكواليفايد، علشان صدقني محدش هيرحمك ولا هيسمع عليك. زي ما انت طالب شغل مطلوب منك شغل، فمش هيعينك كده لله وللوطن. خليك كواليفايد وقد كل مهاره انت بتكتبها في السي في بتاعك. رقم ثلاثة، استخدم اهم الكيوردز اللي بتعبر عن الجوب ديسكريبشن اللي انت مقدم عليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا لو صيدلي ومقدم على وظيفه كوميونتي فارماسيست، الشركه بتكون عامله في نظام الاي تي اس بتاعها بتقول له looking for community pharmacist with experience in dispensing patient counseling OTC medication. من عنوان الجوب ديسكريبشن اللي انا مقدم عليه لازم استخدم الكيوردز، الكلمات المفتاحيه اللي موجوده في العنوان واللي تعبر عنه. يعني لازم يكون مكتوب في السي في كوميونتي فارماسيست، OTC ميديكيشن، فارماسي براكتس، فارماكوفيجيلانس، السوفت سكيلز اللي انا محتاجها، تايم مانجمنت، ليدرشيب، تيم ووركينج، الحاجات دي. وكمان لازم تضيف كيوردز للتكنيكال سكيلز، وان شاء الله انا مجمع لكم ملف كامل خاص بالكيوردز اللي لها علاقه بالكوميونتي فارماسيست، اللي هتحاول انك تدركها في السي في بتاعك علشان يتماشى مع نظام الاي تي اس، وان شاء الله تتقبل وتدخل مقابله وربنا يوفقك. رقم 4، ركز على القيمه اللي انت بتقدمها، مش مجرد مهارات واشياء بنحشيها كده في السي في وخلاص. صدقني محدش هيرحمك ولا هيسمع عليك. زي ما انت بتطلب شغل فمطلوب منك شغل وانجاز، فركز على القيمه اللي بتقدمها وطور من نفسك دايما، وان شاء الله ربنا هيوفقك. رقم 5، حاول انك تحدث السي في بتاعك بشكل مستمر، يعني على الاقل كل 6 شهور شوف السي في بتاعك عامل ايه، حاول تعدله، المهارات اللي انت اخدتها ايه وضيفها ليه كده. يعني بعد ما اتعرفنا على عوامل نجاح اي سي في، خلينا نعرف نظام الاي تي اس بالتفصيل. نظام الاي تي اس الابليكانت تراكنج سيستم ده نظام او برنامج خاص بالشركات بتستخدمه علشان تعمل فلتره للسي في بما يتناسب مع الكيوردز اللي هي بتدور عليها في السي في بتاعك. فيخلي بالك من الكيوردز، وانا عامل لك ملف كامل لو انت كوميونتي فارماسيست وسايبه لك على قناه التليجرام. الشركه بتكون حاطه ماتشنج سكور، هل السي في بتاعك وصل للماتشنج سكور اللي هي بتدور عليه؟ بكده هيدخل الاتش ار. ما وصلش للماتشنج سكور خلاص اترفض ومش هيدخل الاتش ار. وده السبب اللي بيخليك مستغرب انا ليه ما بدخلش مقابله، انا كواليفايد، انا عندي مهارات كتير. هو ده السبب، السي في بتاعك مش منسق، مش مرتب، ما فيهوش كي ووردز تتناسب مع الاي تي اس والجوب ديسكريبشن اللي انت مقدم عليه. بالنسبه للماتشنج سكور من 60 ل 70 ده مش بيدخل، من 70 ل 80 ده يعني جيد ممكن، اما من 80 فيما فوق ده اللي بيدخل للاتش ار، وان شاء الله بتحصل على المقابله. فهو ده للاسف الاي تي اس اللي بيفلتر السيفات بتاعتنا، مش بيخلينا ندخل للاتش ار ولا نحصل على مقابله حتى لو عندنا مهارات وكواليفايد. بعد ما اتعرفنا على عوامل نجاح اي سي في وكمان عرفنا نظام الاي تي اس، هنبدا نصمم السي في بتاعنا على الورق، لان ده الخريطه اللي هتساعدنا ان احنا نصمم السي في بتاعنا على اي برنامج، سواء من على الموبايل او من على جهاز اللاب. هنعمل مع بعض تصميم على الورق، ورقه اي 4 هنرتب فيها شكل السي في بتاعنا هيكون عامل ازاي، لان ده هو اللي هيساعدنا بعد كده ان احنا ندخل على اي برنامج ونصمم السي في بتاعنا بدون اي مشكله. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتعلم على تطبيق كانفا ازاي تعمل سي في احترافي
يتناسب مع الاي تي اس، وهنستخدم الكي ووردز اللي انا هسيبها لكم ان شاء الله في قناه التليجرام. وان شاء الله هنختار 5 من الكومنتات هنعمل لهم سي في احترافي، وكمان هنعمل فحص ليه علشان يتناسب مع نظام الاي تي اس. فما تنساش انك تكتب كومنت كويس وتعمل مشاركه وتعمل منشن لواحد صاحبك علشان ممكن تكون انت الشخص اللي هنختاره ان شاء الله. وتعالوا نشوفوا ازاي هنصمم سي في على الورق. نبدا نصمم مع بعض ونتخيل شكل السي في بتاعنا هيكون عامل ازاي، لان بناء على التصميم ده دي الفكره اللي هتساعدنا ان احنا ناخد التصميم ونبدا ننفذه على اي برنامج، سواء كان على اجهزه الكمبيوتر برنامج الوورد او الفوتوشوب او برنامج الإليستريتور، وكمان نقدر ننفذه على الموبايل بتطبيق كانفا او بيكس ارت او اي برنامج. وعموما احنا بنفهم مع بعض الديزاين وشكله وتصميمه وتنسيقه بيكون عامل ازاي. بالنسبه للمقاس بتاعه بيكون عباره عن ورقه A4. خلي بالك من نقطه مهمه، ان ما ينفعش تكتب وتلزق الكلام بتاعك في الحواف بتاعه الديزاين بتاعتك علشان الطباعه بعد كده. يعني هنسيب 2 سم من فوق مثلا، 1.5 سم من تحت، 2 سم 2 سم من اليمين والشمال. نخلي بالنا من الجزئيه دي علشان الطباعه. اول حاجه في التصميم بتاعنا، انا لما ابص على السي في بشوف ايه؟ بشوف الاسم والمعلومات الشخصيه بتاعت الشخص اللي مقدم السي في. يبقى هنا الهيدر، جزئيه المعلومات الشخصيه بنكتب فيها الاسم والمسمى الوظيفي، معلومات التواصل، وهنضيف كمان لينكد ان. مهم جدا لو كمان ليك نشاط على لينكد ان هيفيدك جدا الموضوع ده. الاسم لازم يكون ظاهر وواضح، فهو اول ما بتبص على السي في هو ده اللي بنشوفه، اسم الشخص. الحجم بتاعه بيكون من 20 ل 26 نقطة. بعد كده الحاجات التانية بتكون من 11 ل 14 نقطة في السايز بتاعها. يعني ركز في جزئية المعلومات الشخصية لأنها مهمة جدا. معلومات التواصل هتكتب الايميل بتاعك، ولو في رقم موبايل هنضيفه برضو. في جزئية اللوكيشن هنضيف اسم المركز، وبعد كده المحافظة، وبعد كده ايجيبت. خلي بالك في جزئية المعلومات الشخصية ما ينفعش انك تضيف اللوكيشن بتاعك كامل، ما تضيفش عنوانك بالكامل، فقط اسم المركز والمحافظة والبلد اللي انت منها. وكمان الصورة مش افضل حاجة، ولكن في وظائف معينة الصورة بتكون جزء مهم من السي في. يبقى عرفنا الجزء الاولاني هو الهيدر، المعلومات الشخصية. بنعرف ايه؟ بنعرف ملخص بسيط عن حضرتك، سمري، او هتكتب about me. جزئية السمري انا عايز اعرف من 3 ل 4 سطور من انت، المؤهل او التخصص بتاعك، وكمان ابرز خبراتك واهدافك اللي انت مهتم بيها او القيمة اللي حضرتك بتقدمها. فالسمري مهم جدا، حاول انك تهتم بيه وتكتبه باحترافية. بعد كده جزئية الورك اكسبيرينس. بالنسبة لجزئية الورك اكسبيرينس بنكتب فيها المكان اللي حضرتك اشتغلت فيه، وكمان المسمى الوظيفي والمدة اللي انت اشتغلت فيها، من كذا لفترة كذا لفترة كذا. اي مكان بقى انت اشتغلت فيه اكتب اسم المكان والمسمى الوظيفي والمدة اللي انت اشتغلتها. بعد كده جزئية الادوكيشن هتكتب فيها المؤهل الدراسي بتاعك والتخصص، وكمان الفترة اللي انت اخدت فيها المؤهل بتاعك. وخلي بالك لو انت مثلا في درجة ماجستير او حاليا بتدرس حاجة معينة، اكتب اسم المؤهل برضو او اللي انت بتدرس فيه درجة الماجستير، وهنكتب هنا الفترة اللي انت بدأت فيها، وهتكتب حاليا مثلا بريزنت. كل حاجة انت بتكتبها في الادوكيشن سواء كنت خلصت بتكتب التاريخ البداية والنهاية، لو لسه موجود اكتب بريزنت ناو، الكلمات اللي بتعبر عن انك لسه مستمر بتاخد حاجة معينة. بعد جزئية الادوكيشن هناخد جزئية السكيلز. ركز على التكنيكال، المهارات العلمية بتاعتك تركز على 3 ل 4 مهارات انت بتقدمها ايه، والسوفت سكيلز بتاعتك ركز برضو على من 3 ل 4 مهارات. تايب مانجمنت، ليدرشيب، الحاجات دي كلها بتفرق جدا في السي في. خلي بالك بعد جزئية السكيلز لو انت عندك مهارة معينة او شغل او مشروع او اي انجاز معين انت بتعمله، شغال مثلا سوشيال ميديا سبيشاليست، شغال مثلا اي شغلانه ثانيه معينه مثلا وعامل فيها انجازات معينه، حاول انك تضيفها بعد جزئيه السكيلز بهيدر بعنوان لوحدها. يعني زي كده مثلا سوشيال ميديا مثلا هنضيفه ونكتب تحته الانجازات او الحاجات اللي انت عملتها. اخر حاجه بنكتب additional information. المهم في الاديشنال انفورميشن بنضيف فيها اللغه، وتضيف فيها السيرتيفيكيت لو انت معاك شهادات معينه مثلا او كورسات معينه بتضيفها في جزئيه السيرتيفيكيت، وكمان بتكتب الهوايات بتاعت حضرتك. بكده احنا عرفنا التصميم الكامل، المخطط الكامل لشكل ورقه السي في بتاعنا.
وان شاء الله هنزل لكم ورقه مرتبه على قناه التليجرام عندي، واحتفظ بيها كويس علشان بعد كده ان شاء الله هننفذ التصميم ده على تطبيق كانفا او اي برنامج تاني انت بتحب تستخدمه وتصمم عليه. الفكره هتبقى معاك، الديزاين هيبقى معاك، تقدر تنفذ الفكره على اي برنامج. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنصمم سي في احترافي على تطبيق كانفا، يعني من الصفر خالص لحد ما تعمل سي في احترافي. هعلمك ده كله بالتفصيل، ونختار 5 باذن الله من التعليقات علشان نصمم لهم سي في احترافي. فما تنساش انك تتفاعل مع الفيديو وتعمل كومنت وتمنشن لواحد صاحبك، عشان ممكن تكون انت الشخص ده باذن الله. خلي بالك احنا هدفنا هنا النمو. ومن توفيق الله بالله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.